السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب دايما. النهاردة الفيديو بتاعنا هتكلم معاكم على جرعتين مهمين جدا. مهمين ما ينفعش إن احنا نتهاون فيهم. الجرعتين دول يا جماعة لازم يتاخدوا، وهتكلم معاكم بالتفاصيل وأهميتهم إيه وفوائدهم إيه بالظبط النهاردة. وبصوا وإن شاء الله النتيجة بعد كده هترضيكم، وإن شاء الله هتدعولي. هتكلم معاكم النهارده. الدورة بتاعتنا عمر الصبح النهارده اهوت، انا لسه طالعة عمر يعني يعتبر 6 ايام، دخلت في 6 ايام. اديكم شايفين الدورة ما شاء الله، اوزانها الله اكبر. هتكلم معاكم النهارده بالظبط كده في الجرعتين اللي احنا هنقولهم والتفاصيل بتاعتهم، وخطوة خطوة كده بإذن الله عشان تفهموا الدنيا ماشية معايا ازاي، ويبقى عندكم خبرة كده، وإن شاء الله ايه تستفيدوا منها. اولا الجرعتين دول، في جرعة اسمها جرعة الهاء سيلينيوم، والجرعة التانية اسمها ألف دال 3 ه. اولا الجرعة هنتكلم ايه فيتامين هاء سيلينيوم، هنتكلم عليه بالتفاصيل، وهنتكلم على فوائده، وهنتكلم بيعمل ايه وهنستفيد منه بايه لغاية اخر الدورة. وفيتامين ألف دال 3 ه برضو هتكلم معاكم على فوائده وهنستفيد منه ازاي. اولا فيتامين ه سيلينيوم ده فوائد بصراحه كتيره. يعني اولا ده مضاد للاكسده، وبيحسن الخصوبه. يعني الناس بتجيبه عشان لو عندها ارانب، عندها عايزه مثلا نسبه الخصوبه تزيد عندها والانتاج، بينزلوه على طول. تمام. وفي نفس الوقت برضو بيحسن جوده اللحم، ومنشط نمو. يعني كويس جدا 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 في التحويل، والحته دي والنقطه دي هتكلم فيها معاكم بالظبط. بس نخلص بس من الفوائد وهتكلم معاكم فيها. وبرده مفيد جدا للاجهاد. الاجهاد اللي هو ايه بالاخص، اللي هو الاجهاد القلب. القلب طبعا عند الفراخ البيضاء بيبقى صغير، وكتلة اللحم بتاعتها بتزيد في آخر الدورة، بتزيد وقلبها صغير. يعني لا قدر الله لا قدر الله، ولو احنا ما نزلناش الجرعة دي القلب عندنا ما بيستحملش. الكتلة بتاعت اللحم بتبقى كبيرة على القلب ما بتستحملش، وممكن يحصل لا قدر الله موت مفاجئ. بس وزي ما انا قلت لكم كده الفوائد بتاعته مهمة جدا. يعني ما ينفعش ان احنا ايه نتهون فيها. والهاف سيلينيوم هقول لكم على حاجه تاني. الهاف سيلينيوم ده ممكن احنا بننزله، انا صراحه بستعمل لحد اخر الدوره. يعني بمعنى ان انا ايه بنزله كل اسبوع 3 ايام. كل اسبوع 3 ايام لمده 8 ساعات. دايما بنزل الدوره بتاعتي لمده الدوره كامله. ليه؟ بينفعني في التحويل، بينفعني في زياده الوزن. بيجي بعد كده انا بنزله مع ايه؟ انا بنزل طبعا منشط كبد، بنزل غسيل كلى، بنزل رافع مناعه، بنزل مضاد سموم، بنزل معاه الجرعه بتاعه الهاسلينيوم على طول. كل ما انزل اي جرعه بنزل معاها الهاسلينيوم 3 ايام في الاسبوع. بفضل على الحال ده كده لحد ما اخلص الدوره. هتشوفوا النتيجه في الاخر هترضيكم ما شاء الله. الله اكبر. نتيجه الدوره هترضيكم في التحويل. يا ريت كده ما نتهاونش فيها ونشتغل عليها، وهتشوفوا النتيجة في الآخر. هنتكلم برضو على الفيتامين ألف د 3 ه. فيتامين ألف د 3 ه برضو ما يقلش حاجة برضو عن الفيتامين ه سيلينيوم. ده بقى فيتامين ألف د 3 ه ده بيقوي المناعة، وبيحسن الهضم، وبيمنع الكساح عند الطيور بتاعتنا، وبيخلي العظم يتكون بسرعة، ينمو يعني، وبيزود برضو الوزن ما شاء الله. برضو بيحمي الجهاز التنفسي بتاع الطيور. ادي دوت فيتامين ألف د 3 ه وفوائده. يا جماعة بلاش ان احنا نتهاون في الاتنين فيتامين دول. بنديهم
اليوم الرابع والخامس والسادس بننزلها 12 ساعة و12 ساعة. 12 ساعة فيتامين أ د 3 ه، و12 ساعة فيتامين ه سيلينيوم لمدة 3 أيام متواصلة، الرابع والخامس والسادس. هشوفوا يا جماعة لو انتوا هتكملوا معايا بالفيتامين ه سيلينيوم لحد آخر الدورة، هتشوفوا النتيجة يعني ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هترضيكم. وهتشوفوا جودة الكتكوت عندنا، وهتشوفوا جودة الفراخ بعدين، وجودة اللحم وزيادة الوزن بإذن الله. النتيجة هترضيكم. ادي دورتنا. اتكلم معاكم شوية برضو على ايه شكل الدورة بتاعتنا. احنا النهاردة عمر 6 ايام. الكداكساسو والبيضة والرزي والبط والرومي زي ما انتوا شايفين. الرومي برضو يعني ما شاء الله. هتكلم معاكم النهارده الابيض، اوريكم شكل الكتاكيت البيضه كده بتاعتنا. بصوا عمر 6 ايام النهارده، ما شاء الله، الله اكبر. اديكم شايفين حاجه صراحه ايه ما شاء الله كده تفرح. عندنا برضو البط، بس انا مش هعرف امسك البط، بيتحرك كتير. والرز برضو، فراخ الرز ما شاء الله وزنها كويس وفارق معانا. والفراخ الساسو زي ما انتوا شايفين، بس الرز والساسو يعني الحركة بتاعتهم سريعة، مش هعرف امسكها. النهاردة اليوم السادس الحمد لله. بيجت الفرق الكتكوت الابيض بشكل فرخة يعني. الرومي يا جماعة، اتكلم معاكم برضو في الرومي. الرومي ما شاء الله اللي انا كنت جايباه على يعني وزن 450 جرام 500 جرام اول ما جبته. النهارده انا وزنته امبارح بالليل، كان ما شاء الله وزنه عامل 700 جرام معايا، يعني يعتبر في ال5 ايام وزن معايا 200 جرام زياده. الرومي الابيض الله اكبر عليه ما شاء الله، بيفرق جدا في الوزن. الرومي الابيض حلو جدا زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، انا هتكلم معاكم برضو على درجه الحراره، دي اهم حاجه لدورتنا. درجه الحراره احنا الجو بيبقى عندنا حر في النهار، ودي لسه كتاكيت صغيره طبعا. ما تعرفش احنا عندنا في النهار حر ولا برد ولا لا. هي عايزه درجه الحراره بالليل زي النهار. يعني انا لحد الان لسه ما قفلتش الدفايه، لان انا طالعه لهم الصبح اهو، ما قفلتش الدفايه لان لسه درجه الحراره ايه 32 الصبح. بتبقى الجو من الفجر لحد يعني 9 الصبح كده بيبقى عندي الجو لسه ايه حراره 32. بتبتدي تعلى كده مع الساعه ايه، مع الساعه 12 بتبتدي تعلى درجه الحراره، او الساعه 11 كده بتبتدي تعلى. ببتدي ان انا ايه بقفل الدفايه وخلاص، بتبقى على الحراره الطبيعيه تحت الجو. لازم درجه الحراره توصل له الليل زي النهار، بتبقى الليل زي النهار. اديكم شايفين يا جماعه دورتنا عمر 6 ايام، الله اكبر عليها. الوزن ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. الحمد لله لحد الان ما فيش عندي اي نافج. ما شاء الله. واديكم شايفين شكل الدوره بتاعتنا. صراحه شكلها كده يفرح، الله اكبر. الدورة كانت لسه صغننة وما كانتش باينة، ابتدت تكبر اهي وتوضح. وكل ما تكبر ما شاء الله بنحس بالفرق وبنحس بالشكل، شكل الفراخ كده. والدورة بتبقى يعني صراحة بتبقى حاجة تفرح كده، ان احنا طلعنا عمر يوم صغير كتكوت كان صغير بجد هتبتدي تبقى فراخ. يا ريت كده الفيديو النهارده تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم. ويا ريت لو اول مرة تدخلوا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة. ولو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وتعلقوا كده وتكتبوا لي كومنتات ونشجع بعض كده. واللي عنده سؤال عايز يسأله انا معاكم والله يا جماعة، انا برد على اي حد. ولو عايزين تعملوا فيديوهات تاني عن اي حاجة انا هعملها لكم ان شاء الله. هنبدأ بعد جرعة الكوكسيديا اليوم العاشر وال11 وال12 هنبدأ بقى ننزل خلطات، هننزل الخميرة وهننزل عسل وهننزل كركم وهننزل بصل وتوم والحاجات اللي هترفع معانا الوزن. وهبتدي ان شاء الله اعزل الكتاكيت البلدي والبط هعزلهم، وهخلي بس الساسو والابيض هنا لوحده. بس وادي دورتنا زي ما انتم شايفين. وما تنسوش الاشتراك لو انت اول مره تدخل، وما تنسوش اللايك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.
اقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.